السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. هنعمل مع بعض النهاردة سمبوسك بعجينة في البيت ان شاء الله تعجبكم. معايا كوبايتين دقيق حطيت عليهم رشة ملح، حط رشة سكر، حط نص معلقة بيكنج باودر وقلب كويس. احط بقى كوباية زبادي اللي انا بعمله في البيت. حط كمان نفس الكوباية احط بيها نص كوباية زبدة او سمنة على زيت. الزيت طبعا يكون زيت ذرة او زيت ما يكونش ليه ريحة. هقلب كويس قوي لحد ما السمنة تختفي في الزيت، وبعد كده اعجن بمية دافية واسيبها ترتاح. بعد ما ترتاح اجيب بقى ايه، ارش رشة دقيق كده خفيفة وابتدي افرد العجينة. انا عايزة سمك العجينة يكون مش تخين قوي، وفي نفس الوقت برضو ما يكونش رقيق قوي. هفرد كويس قوي وابتدي بقى اشكلها زي ما انا عاوزة. عندي قطعات اشكل بيها، عندي حتى لو ما عنديش كوباية واشكل بيها. انا هعمل بقى ايه بشكلين. عملت جبنة ميكس جبن، وعملت كمان باللحمة المفرومة. اهو بعملها كده بالشوكة، او تعملوها بطريقة اللف كده بتلفوها بايديكوا اهو بالشكل ده. اهو هنعمل بقى شكل تاني جديد شوية، بحيث ان احنا يعني نغير ايه الشكل السمبوسك، اللي هي شكل القطايف. بعد ما فردتها قطعتها كده مربع وقطعها مربعات صغيرة. احط بقى الايه الحشو وابتدي اقفل تبقى زي المثلث. اضغط كويس عليها عشان تتقفل، وبعدين بقى بالشوكة كده وابتدي بقى ايه اشكلها. واجي من هنا كده اعمل لها شكل بشوكة بقى بالسكينة عادي خالص. خلي شكلها جميل، وبعد ما بتتقلي برضو بيبقى الشكل بتاعها ما بيروحش، بيبقى شكلها حلو. خلصت الكمية هبتدي بقى اقلي في الزيت. خلي بالي بقى منها عشان هي ما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت لما بتبقى لونها ذهبي كده بيبقى شكلها جميل. بصوا عاملة ازاي، حلوة قوي وطعمها جميل واحلى من السمبوسك الجاهزة. مقرمشة كده والعجينة مورقة، تحفة طعمها حلو قوي وان شاء الله تعجبكم. طبعا تقدروا تحشوها اي حشوة، فراخ مفرومة، تقدروا تحشوها بسطرمة وجبنة كيري زي ما انتوا عايزين. بصوا التوريقة، وطبعا الطعم تحفة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.